أوشك الموسم الكروي الحالي على الانتهاء، فكل ما تبقى هو 4 جولات لتتويج حامل لقب دوري روشن السعودي. ويحلم الاتحاد في معانقة اللقب لكونه المرشح الأول والأقرب في حمل كأس النسخة الأولى بالمسمى الجديد. فبعد 26 جولة يتصدر النادي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن وصيفه النصر ذو 57 نقطة. حسابيا كل ما يحتاجه العميد للعودة لمنصات التتويج بعد غياب ل14 عام هي 7 نقاط من أصل 12 نقطة، دون النظر لنتائج أقرب منافسيه. ويمكن لكتيبة نونو سانتو حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، وذلك في حال تحقيق الفريق انتصارين وتعادل وحيد ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، وهو أقصى مجموع يمكن للنصر بلوغه حال فوزه في جميع مبارياته. آنذاك تحسم المواجهتين المباشرة تعادل الطرفين نقطيا، ليتوج الاتحاد نظرا لتفوقه بالتعادل السلبي ذهابا والفوز إيابا. ما زال أمام الاتحاد 4 مباريات أخيرة يلاقي فيها كل من الهلال والباطن والفيحاء والطائي، فيما تبقى للنصر 4 مباريات أيضا أمام الطائي والشباب والاتفاق والفتح.